مطلعك على 60 سنه ليه معاك؟ لو في فرق ما خليك من 70 و80 عشان الشباب اللي دول يشتغلوا، يعني عشان واحد ده يشتغل واحد ده يشتغل. انا خلص ثلاثة يجي يشتغل. الغرب ده يا كان الشباب ده. القضية دلوقتي ان في ناس جوه بيوافقوا ان بتري انه كان لازم فعلا يتم استعلام طلب انهم لازم تعلق اكتر من كده. يعني ازاي ناس بنروح حمام الثوار يوافقوا على كده؟ لو انتوا نسيتوا ثوره 5 يناير لما كنا بنعمل حواجز على الستات عشان طرف الظهر. اقول لك حاجه بصراحه، اتفضل حضرتك. الشارع دلوقتي مش متفق مع البحث. لا كلهم مش متفق. انا متفق مع الثوره ومع المبادئ. لو حضرتك متفق ان بتري يتم تعليق حريان في الشارع ولا مش متفق؟ انا متفق بقول لك بس مفيش حد موافق على كده. هي صحفيه كانت جايه بتصور وانا كنت واقف بتفرج عليها. صحفيه كسر كام شهاده اللي بتصور عادي انا صحفيه تعرف من ذلك كذا كذا. خدوها شدوها قالوها دوما كنت الساعه 5 طبعا ببطنها العريانه ضربها سلوك ونط على بطنها. في واحد عسكري هيقلع ويشتغل في الشارع قدام الناس. انا كنت واقف من شفت عينيا، انا شاهد عيال كتير قدام عينيا يقلعها. حركة احتلوا الول ستريت مش واخدة شارع، ده واخدة منطقة بحالها، منطقة أرض ميدان التحرير، ومفيش مصطلح متعطلة. هو ده مستعجبني بصراحة، اللي فوق ده مستعجبني. كانت واحدة يضربها من شوية، الناس كلها بتقول كده، لا الناس كلها بتقول كان لسه في واحد يضربها من شوية اللي فوق ده، وهديناه وبعدنا انا هو جه خد الناس بسرعة وطلع فوق عشان حد يضربه. للاسف الشديد ان دلوقتي بقى انت دلوقتي انا بدي اتطرق كليا في حاجات ثانيه يعني ناس بدي اتطرق وجايه تتطرق هنا وتتطرق انا معاك. بعدين في حاجه مش ملاحظها للاسف الشديد هم نجحوا زي في ناس تانية مش من ثوره، في جنود معانا في الثوره. الست ولا السبعه اللي هو عريانه وفرحانين يا جماعه تتعرق داروها مش تعرق ولا تبص وتدوس. ايه مين الجند المتخلف العالم؟ طب دلوقتي لو واحد ضرب انا كنت عليهم انا زي ابنك يعني 20 سنه. انا كده كنت بحلم باليوم ده، بلاش ان احنا كنا مضطهدين كده، كنا بنعتقد واحنا كنا مضطهدين كنا بنعتقد حاجه قال لي الدوله واخد بالك؟ انا على فكره انا سعيد جدا بالشباب اللي هم طلعوا، الحمد لله. الشعب الصحي واخد بالك؟ بس انت دلوقتي لازم وانت مثل ايه الاوضاع اللي انت فيها دلوقتي في ناس دلوقتي لك ايه انت خلاص لك الشعب كده وابتدت الشرعيه والدستوريه والقانونيه تاخد مجراها. ايه المانع انت كثوري ان انت تيجي الاتجاه ده؟ في حاجه اسمها وثيقه السلم من الشرط يلغيها هو المدير وثيقه السلم. على فكره ربنا يسهل عليا. ايوه الناس ربنا يسهل على كلامها كمان. انا مش بتكلم كده عشان اخبطك بس انا معاك. الصوره بقت مختلفه، محدش عارف يعني في ناس دلوقتي ولسه في الثوره. ماشي اقول لك صورة النهارده شوهت صورة الجيش بقت اكتر صورة مشوهة في العالم، وكالة CNN وكالة الوزارة الامريكية يقولوا احنا ما عمرنا ما شفنا في حياتنا جيش في العالم واحد يمسك واحدة بنت ويقلعها. يجي الجيش المصري احنا بنسمع عنه اساطير 7000 سنة بس مش شالت وكالة CNN امريكية. عملوا ايه؟ ايوه ما عملوش كده في نسائهم، عملوا كده في نساء الاخرين. انت بتخلي النسوان تخش على الاخوه هناك. ايوه عملوا كده في الجيش الامريكي. انا معاك عمل اوحش من كده في العراق، لكن ما عملش في البلد بتاعته. احنا مصريين نعمل كده في البلد بتاعنا. المجلس العسكري واخد بالك اللي بيحصل ده تحت الحرب الاهليه واخد بالك يستلم هو يعني الاحكام العرفيه وتمسك ده ويرجع اوسخ مما كنت. منطق العقل بس وضرائب واخد بالك ايه هو بقى؟ انت فوت عليه الحمد لله اللي عندك دلوقتي انت في مشروعيه قانونيه دستوريه شغاله واخد بالك ايا كان اللي يجي سواء كان تيار اسلامي او غير تيار اسلامي انت عندك مجلس شعب واخد بالك هيتحل بعد الانتخابات الرئاسيه كده على حد المجلس الموجود ده منطقه صلاحيه مالوش اي لازمه ومعركه
ومعركة وهمية احنا عايشينها عشان نهرب ونحصل التشويق. رب داخلي يكون جنبك المجلس العسكري يعني الأحكام العسكرية أو تخليل أحكام الطوارئ. هتلاقي عند كل مستشفى واخد بالك يحكم بأمره ناس، هتلاقي كل اسم يحكم بأمره عسكري واخد بالك، هتلاقي في الزوايا وهتلاقي في المكتب والبلد زي زمان أيام الثورة أيام الملعب في النار واخد بالك. ايوه الحكم العسكري المتظلم جميله وهو أصلا هو صعب جدا. أنت عندك المجلس الجواني أنت في اللحظات اللي احنا فيها دي مسيطر على 50% هو عايز يسيطر اكتر كمان. لا مش عايز يسيطر اكتر. هي له الفكر السلمي. هو خد الحاجات دي تتحد منه فاهم ايه وبعد كده يبتدوا يحكموا هم. هذه القضيه اللي احنا عايزينها الناس دي اما لا الفعل كانوا صيروها ومشوها ثانيه وصار علينا كل الخطط دي. انا سامعك يا راجل الصوت. الناس دي امناء الفعل كانوا وصار علينا كل اللي بيحصل ده ما كانوش وصلوا لنا حاجه زي ده لان احنا معظم الناس اللي يقدروا يشتغلوا بالك كل هو اللي مغير في النظام. مش هتقول هي القياده اللي هم اصلا حسن مبارك المشير ده اخر فرد منهم، اخر فرد من القياده بتاعت مبارك، اخر النظام بيلعب على الثوره احنا برضه احنا عشان بيدينا مصاصه وياخد احنا عايزين يسلمها. ما هو حامي نفسه عامل فيك اسمها السلمي. البند الاول يرص ينص عليه بند. لما خليك عارف فيك السلمي تنص عليه انا قاريها بالنص وجبعت هو خايف برضه هو ما قالوش حاجه ناس الجيش سنه كام؟ 94 16 سنه في الجيش 18 سنه. هو طالما ايديه جاب الدم وصل بالدم هو اللي خلق ماشي من الغباء بتاعهم اصلا برضه نفس الاسلوب القديم العقليه القديمه حسن مبارك ونظام النظام الصنعي هي وده الاسف الكبير. شويه دلوقتي احنا عايزين ناس بدماغ النهارده ودماغ بكره ودماغ بعد مش عايزين ناس بدماغ المشاكل لان ده ماشي المحترم كتر خيره ونجيب صحيح نخليه على جنب ونستشيره لما يحتاج مش فايده. في ناس هنا في عمكم وفيكم غلط العقليه بتاعت يمشي عليك. طب اقول لكم حاجه في تونس ايه اللي حصل في تونس؟ لا طب اقول لكم حاجه بس يا جماعه يا جماعه ثواني بس انا ريحت في تونس ايه اللي حصل؟ الجيش ده عمل ايه؟ انا عندي حل حلو يوم 25 يناير ده نجيب رئيس الجمهوريه طيب هم يا ريت ما هو ما انتوا يا جماعه برضه مش فاهمين حاجه يا جماعه. انا عايز اقول لكم حاجتين. الحاجه الاولى ثواني بس اقول لكم حاجتين. الحاجه الاولى تونس الجيش بتاعها هو عمل ايه؟ هل عملوا فكره اسمها السلمي؟ عمل ايه؟ جاب لهم اللي هو رئيس وزراء، عمل لهم انتخابات مجلس الشعب وصوره، جاب لهم دلوقتي اللي هو رئيس الجمهوريه ده الحالة اسمه ايه؟ رئيس الجمهوريه صح؟ لا في مشاكل ولا اي حاجه. عرفنا بقى الجيش بتاعهم محترم، القياده الرئاسيه محترمه. التيارات السياسيه وقعت الاخ اللي هم اللي في هي بقى لا. اول ما ظهر التيار الاسلامي متمثل في الاخوان السلفيين راح طلع التيار الليبرالي والعلماني انا هم اللي هيخلونا دوله ايوه ما هو الرئيس بتاعها اسلامي اللي ماسك تونس. انا معاك المفروض ان انت دلوقتي راجل بتغير المصلحه العامه او مصلحتك انت الشخصيه. المصلحه العامه اهم. يعني ايه؟ يبقى انت عندك دلوقتي الحاجات اللي هي انت دلوقتي تقدر تغير مثلا عندك اتفاقات فيها عندك حضاره هتيجي براسك انت. ايوه انت تعمل ايه؟ اقول لك حالك ده كحاكم مظاهره اسلاميه ماشي اتفضل. والله انت دلوقتي اصلا حاجه انا اسمي حضرتك محمد عصام. انا طالب في اللي هو العالم القاهره. لا حاسس كبير ولا حاسس كبير؟ مش سامع انت. لا هو الجامعه 6 ابريل ده انا خايف منه جدا. لا تبقى 6 ابريل ولا انا لوحدي انسان مصري مواطن مصري. راجل شباب الامن مواطن مصري 6 ابريل اللي هو بتاع دي عليه علامات بتاع الميه ما دي برضك احنا مش عايزين نكتبها ونصدقها لان احنا مش ده الواحد قال لك وقال لك مقدم المواقف الواقع وفي الجبهه الثانيه بتاعت 6 ابريل جبهه
انا بتاعت احمد ناجي انا عن نفسي شخصيا انا لا بتهم ولا لا انا ده راجل محامي هو اسمه نبيل الوحش قال لك هنقدم ملف في الله. صح. مش عايزين ناخد كل كلمه. بس انا يا جماعه اقول لكم حاجه، في تاريخ تونسينو. اقول لكم حاجه، فاكرين المظاهره اللي هي المولونيه الاسلاميه اللي خرجت اللي هو ضد العلى السلمي وعصام شرف؟ من ساعتها ولات احداث محمد محمود وكده. ليه الناس فاهمه موسيقى الجواز تزوم من النص؟ انت قررت الموسيقى تنص عليه؟ هي مكونه من كام ماده؟ من 3. البند الاول لا البند اوحش بند فيها اللي هو ينص يكون في سلطه اسمها سلطه عسكريه، يكون ليها سلطه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ملوش سلطه على المجلس العسكري، يعني مصير يتدخل في سلطه رئيس الجمهوريه، لكن رئيس الجمهوريه ملوش حق. لا لسه موجوده وده الملغيه. الو الجمهور الضعفات لسه موجوده. وقال السلم انا كنت ضحيه اللي عملوا فيك، انا كنت ضحيه في المجلس العسكري والسكه ما اتلغتش يا جماعه ولسه موجوده مخبيه عليكم. البند الثاني حط اللي هو تقرير الميزانيه زي الهند عمل. الهند طبعا عندهم تقدم من كل حاجه بس لسه فيها 300 مليون فقير. عارفين ليه؟ عشان الجيش هناك عنده حق ان هو يكون الميزانيه بتاعتهم ياخد 70% من ميزانيه البلد. عندهم 300 مليون فقير، ما تعرفش كام مليار. لو بياخد 40% كده زي كده مصر بتاعنا من كده من فوق. ده عمل بقى البند الثاني حق التجاره الميزانيه، يعني ممكن يخلي ميزانيه اللي هو 100% يكون عندنا فقراء اكتر من 40 مليون فقير. يعني كده فقر 40 مليون فقير وفقر. لو خد ميزانيه اكتر من كده هننتهي. البند الثالث حق اللي هو الشريعه الدستوريه، هو ليه حق ان هو يكرر الشريعه الدستوريه. كده الاخوان حق الشريعه الدستوريه للمجلس العسكري. عشان كده الاخوان الايام دي تسمع خناقات مع المجلس العسكري. دول الاخوان لسه مخانقوا امين في الجامعه الاخوان مش هيرضوا ابدا المجلس العسكري. ما هو اتخانق اول امبارح طلع اتكلم يقول يا جماعه انا البند الثالث ده منعنا اننا نحط مع كل مجلس شعب اننا نحط الدستور. المجلس العسكري هو ليه حق. عشان كده تلاقي خلافات كبيره قوي بين الاخوان المسلمين والجيش السالفين والجيش. ده مجلس الشعب عموما والجيش خلافات حصلت من 3 حاجات. ادانا المصاصه مجلس عسكري ادانا المصاصه وخد هو التورته كلها، تورته ميزانيه والدستور. انت دلوقتي انت دلوقتي عايز لسه بس تحط لك مبادئ كويس ولا انت عايز تتحرر من اي تضغط عليك؟ عايز اتحرر. انت دلوقتي اصلا الطيار والعلماني مش كلهم طبعا. بقول لك احنا صور العلماني انا موافق. انا طالب ان العمليه تمشي واخد بالك انت بتستقبل المشروع اللي هو اصلا الشعب ماشي. هو بلد ليه؟ عشان هو عامل موسيقى. يعني انت لازم تعمل موسيقى خايف ان هو ماشي بتطلع حاجه عليه يتحاكم. عشان كده عامل سلطه رئيس جمهوريه ممكن في اي لحظه يحاكم. انا معاك. بقى اتكلم بالصدق الثاني الاعلاميين اللي بيتكلموا بيه على التلفزيونات والطرف الثالث والحاجات دي كلها. بقول لك ايه دلوقتي انت دلوقتي كنت مخايف التيار العلماني والنظامي والتيار الاسلامي لما هيجي يطبق الشريعه الاسلاميه ويعمل الدستور الاسلامي كامل. احنا خايفين ليه طيب؟ كده تبقى احكام هتبقى مصر زي ايران او زي افغانستان او زي الصومال او ما شابه ذلك من الافكار اللي هي اصلا كذوب مش حقيقه. انا معاك. احنا خايفين ليه؟ اللي مش هيجينا 24 ويمشي صح؟ وانا كان نفسي اللي يحصل انت كطيار انت مش شايف معايا كنت انا معاك. انا كنت مظبوط وانت مظبوط بس انت معلش اللي معلش منه انا كان بديك انت الناس معانا انا كنت واقف في الميدان هنا. كنا احنا اصلا الطياره اللي في الدوله كلها مين قبل كده المستقبلات او تخن اسم ايه البلاد كلها انا كان بحصل معايا كان بحصل والله ربنا كاد عليا كل ما ببالغ ولا بدلس ولا بقول اي حاجه وكنا بنتعلم على اليمين انا واحد الناس حاطط انا بقول له قول يا بنت واقف انا اقول لكم حاجه بس على السريع. دلوقتي الناس دلوقتي بتتكلم عن الاسلام خايفين من الاسلام صح؟ خلينا نبص على الخليج نفسه اللي فيه 15 دوله كلهم عاملين نظام اسلامي ومعاه فلوس واغنياء جدا. الاسلام دول الخليج قطر عامله غنى الكويت اسلام نظام اسلامي. احنا خايفين نظام اسلامي انه نكون اغنياء مثلا زيهم. لا بتطبقها السعوديه ميقاها ايد الحرامي. يعني الناس انها ايد الحرامي بس لو في علم من صوره كده نجرب يمكن ربنا يكرمنا ونكون حاجه عاليه. هذا السلام.
فكان المكان لمؤمن ولا مؤمن كان الله ورسوله امرا ان يكون لهم وقوع في المسلمين. يعني ايه؟ يعني بقى انت كراجل مسلم واخد بالك انت ممتاز انت تكون ودي طريق انا واحد انت تتخاذل من امر ربنا النفس اللي انت فيها في الروح اللي احنا صح يا حاج. هو ربنا يخليك هو ربنا يخليك. ايوه. اما بقى حته بقى ان انت تتبنى على الدين او تغير حكم الدين او ما شابه ذلك ده مطلوب في الكتاب ودين بيقول لك كده. ايوه بس بقول لك احسن. طب تعالى يا حاج تعالى يا حاج دلوقتي يا حاج حضرتك دلوقتي عايز الدوله تكون ايه؟ حضرتك عايز الدوله تكون مدنيه عسكريه ولا دينيه؟ الدوله عايزه تكون عسكريه ولا دينيه ولا هو مدنيه؟ ما بقول لك افضل حاجه مدنيه بشريعه اسلاميه. كل الاحداث لكن عايزين دوله مدنيه دور بقى يا ده احنا كتير يا جماعه. وما تعرف ان اردوغان بتاع تركيا كان من اكثر الاحزاب الاسلاميه الخذوله على مستوى العالم، كان واحد منهم كان اسلام متشدد جدا. لما مسك عملت بلده. لا احنا خايفين ليه يا جماعه مسلمين بس خايفين ليه؟ كان يومين بيقتلوا بعض عشان نخلص. تحرير؟ لا التحرير كان عطلوا فيها العربيات بتعدي هنعطل التحرير. مفيش مكان العربيات عماله تعدي دلوقتي في فتحوا الجنب كمان اللي هو ورا. عايزين نقعد التحرير نشيل الطريق ده ونشيلوا البتاع ده ونشغلوا الدنيا. هم خلصوا اساسا بس هم هيفضلوا واقفين هنا عند السور. ليه يعملوا وده هيقع. ده هيقع بيه ان شاء الله. الناس السواق كانت تركيا كان جزء من اوروبا. هو لما مش حد موجود هينزل. ايه اللي حصل معاه؟ الشام ده كان هو على فكره مش سامع حد صوت كويس. الف سلامه حضرتك. لا عمل ايه؟ اول ما جه رغم ان هو ايه اتحد مع اللي هي الشرع اللي هي كاتوليكيه والناس عمل تشكيل حكومه افريقيه مع ديننا كدوله اسلاميه اصل السياسه الاسلاميه تركيا السياسه العنصريه على الاساس ان احنا عندنا ناس انت عارفين تاريخهم حتى لو زي محمد بن العاصم فتح مصر والدين الاسلامي والحاجات دي كلها وصلاح الدين ايوب والتواريخ الجميله دي محمد علي. لازم تبقى عندك ثوابت معينه شخصيتك. انت شخصيتك مش زي شخصيتك بس ممكن نخلق احسن منهم نقدر. هم مع الوقت 500 سنه تاريخ الامم لا 200 سنه امريكا لا 500 بالعدد عشان اصلا من كتر بس اللي هو الظالمين يعني عليهم هم 500 سنه واللي عمروها. تعرف قصه امريكا هي ازاي اتعمرت؟ المساجين هم عمروها. اوروبا برضه المساجين بتاعها كانوا يعمروا امريكا. قامت اصلا على قد النيل. ممكن نكمل نقاش في الميدان؟ يا ريت. يعني هو احنا كده رحنا ميدان نعطل عشان نحط عربيات. رحنا ميدان نعطل عربيات عشان دي كيكه كده موجوده. ده انت مكان ده كيكه كده مجمع مثلا مجمع فيه اللي هو بياخد الدم من الناس مثلا لا هم على طول هي الرخام ديت لا عليك يلا يا اخوانا على الميدان يلا يا اخوانا على الميدان يلا. كده ربنا بس ما هم دول الاثنين دول معايا. يلا على الميدان. هم رايحين كيكه بس نخليها هناك كويس. حاجه اتفضل يا حاج. ايه حصل بس انا متضايق من الناس الموافقه ان البنت تتحرى عريانه. حبيبي من غير حساب من غير ما نحاسب ولا حاجه. انا موافق انهم لازم ياخدوا اعدام بالحرق كمان. بس ده عار علينا. انا متضايق من الناس اللي بتقول ايوه ده لازم يتحرق خالص. لا ايه يعني دول هم دول المتصور.
ناس محترمه انا معاك، لكن في ناس واحد وحشين يقول ايه ودي صحفيه. لو اختي مش هرضى عنها. انا لو اختي والله العظيم اقل حاجه لكون جوزه اللي قتلهم، حتى عارف انهم هيقتلوني بس اقل اموت واحد وهي ابو مش هرضى كده بنت. قلت لهم كده لا، واحد بيبجح شويه بيقول لي ايه، بيقول لي لو بنتي واتقالت عليها انا هسيبها. طب انت بذمتك انت واحد متصور بذمتك انت بتخاف على بنتك؟ يعني حضرتك اب هترضى انك تقول على بنتك ايوه الجيش المصري قلعها دي؟ انا غلط. هو بيكذب هو بيكذب لكن هو جواه لو عارف ان بنته مهما عملت طلعت عريانه اقل حاجه هي الجنود. اتفضل حضرتك. نيجي نبص للموضوع من اوله. في تصرف انا كده بهدله. بس حضرتك يا حاج موافق؟ انا بص الخط دي هتفوق ولا مش هي؟ ما لقاش حتى الان. موجوده دلوقتي؟ تقريبا مخطوفه. كانت محجبه ولا كانت شعرها كده؟ لا بشعرها، حتى لو بشعرها، حتى لو سافره مساحه ان هي ننصفها. هي مسلمه اساسا، مسلمه والحمد لله. لكن احنا في دوله كده الامريكان يقول البنات اللي هي مش محجبه صادق عندهم كده ساحه الناس كلها تتضرب. كده المسيحيين مش هيامنوا على دين الاسلام. خلص على الموضوع من الاول تلاقي الموضوع عيال بيلعبوا كوره كمان. مش مخلي الراجل يخش. ما الواد دخل تماس انا معاك، الواد دخل تجيب الكوره. رئيس الوزراء عايز يخش مكان. طب واقفين مش عايزين يدخلوه. طب ليه؟ هم رئيس الوزراء مش عايزينه اولا يعني. بتبقى ابوهم بقى. هو انتوا يا 500 نفر انتوا واحده وانتوا يا 500 نفر انتوا شعب مصري. لا بس في بعض الناس مجرد ينزلوا الميدان عايزين يعبروا عليهم. يعني قرايبي كلهم اساسا مش عايزين المشير، لكن مش هينزلوا الميدان خالص لكن هم جواهم مش عايزين المشير. المبدا بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ الاغلبيه تكسب. انتوا المعارضه فين؟ انتوا ليكوا راي ان هو ايه؟ يعني كده الشعب قال لك خليه خلاص. ايه وقت شويه نشوف اخباره ايه، دنيته عامله ايه. ما احنا قلنا يقعد، ما انتوا لسه عشان شرف. ما احنا واقفين ان هو يقعد، لكن مش يعمل من ورانا وثيقه اللي هو قال لك انا احترم ساستلم الخصوصات كلها. قلت لهم جزئيه ثانيه، لا بتكلم جزئيه ايه عدم دخوله المجلس الرئاسي. الجنزوري ده موافق على الناس اللي ماتت. مين موافق على صعب يموت؟ يقول لك ال 12 واحد ال10 اللي دول كلهم بلطجيه. نقول له بص تبع شهاده الوفاه، طب اعلام هندسه ومفتي الثاني من بعد المفتي. اتقتل من جواه. اتقتل من الجيش ولا من الشرطه؟ ايوه اتقتل. يقول لك الرصاصه من الخلف. طب احنا مصور ما كانش معاهم ولا حد فيهم كان معاهم مسدس. مين مدسين يا جماعه؟ طب مين بقى جايب المدسين؟ او ما برضه الجيش هيجيب المدسين. الله. طب يطلع ناس يخم يرموا مولوتوف من فوق قدام عينينا؟ ده مصور بالنصر والمثال على الفيسبوك. انا بتكلم على الراجل اللي مات ده، مين قتله؟ لا بس مش من الثوار ولا هنقول حتى من الجيش، نقول واحد مندس بلطجي. اول مره نتفق على حاجه متفق مع اي حد اللي ضد الراجل ده. واحد خارج الدايره بتاعتنا، لا هو من الجيش ولا من الشرطه ولا من الثوار. الثوار مش هيقتلوا بعضهم. ايوه ومعنى كده ان في ناس موجوده عايزه تشتغل البلد. لازم تفهمها دي. انت راجل. مين هو طرف الثالث؟ كل الناس مع طرف الثالث هنلاقيه 12 بقى لنا 11 شهر. في فلول للحزب الوطني. في ناس من الحزب الوطني ليهم مصلحه انه يحيوا البلد. بنديرهم كلهم يقبض عليهم. ليه بقى؟ ليه مصلحتهم ليه بقى؟ مبارك العاشر في شرم الشيخ ده قالوا احنا ايه يا فيها يا نخفيها. صح ولا مش صح؟ خافوها ولا ما خافوهاش؟ ده بهدلوها خالص. وانت والباب تمشي ورا. هم بيضربوا طوبه وانت بتضرب الطوب. طيب نيجي الناس بقى ايه اللي خلى العساكر دول ضربوا البنت دي. بقالهم مده واقفين يعني في عساكر نشوف عسكري قتلوا شريان في الجيش. هل معناه شفته هل معناه في قتال الشريان نروح نجيب واحد انتقاما من الشرطه؟ لا حضرتك هو ده كمان بتقول البنت دي حصلها كذا مقابل عشان كنت قتال الشريان. لا مش البنت دي في الاخر. طب راح انا بقى في جندي راح اوري راح بس كذا يوم بتضربوهم بالطوب وتقعدوا فيه. هم يضربوهم بالمنطوف. منطوف ايه؟ ده المنطوف ده اللي عندكم انتوا. لا هم انا بقول لك والله العظيم تاني. ايوه والجماعه كانوا بيجي انا مصوره جماعه كانوا بيجي مباشر مصر. عندهم مطافي وعندهم مصير الدموع.
ورصاص حي. ورصاص حي ممكن، بس الرصاص حي دول لا ما بنستعملوش يعني ماشي. طب المولوتوف اساسا لعلمك هو بيعمل دايره صغيره. شفت في الفيديوهات لما بتشوف ان بيحط كده مولوتوف وايه يبعتوها عليه. ايوه هل ماشي هم الجيش مش معاهم مولوتوف، يجيب لك ناس يطلعوا فوق يرموا مولوتوف على الناس. وانتوا النازلين تاخدوا فيهم بقالكم يومين. ما هم 84 كان يقول لك 84 مسكوم زاد 18 واحد ب 120 واحد، دول كانوا يرموا مولوتوف ده كله واعترفوا انهم كانوا ياخدوا فلوس بلطجيه. واحد اسمه ابو رجال، تعرفوا ابو رجال ده اللي سمع عنه؟ عيل ابن كلب ضابط ضربه. خد بالك مني نولع الجال عشان خاطر ضابط ضرب عيل. هم دول منتهين يرموا قلم المولوتوف، دول مندسين. انا بقول عن بدايه العمليه، يعني بدايه العمليه عشان خاطر كانوا بيلعبوا كوره والكوره دخلت جوه المجلس وداخل عشان يجيبوا الكوره. انا معاك، اللي دخل تجيب الكوره اتقبض عليه، لكن مش تطلع ازاي خالد سعيد لما جه ضرب ومات طلع قلعان، طلع وشه كان كويس، طلع بقى شفت تحرك خالد سعيد من بعد لما حصل الضرب. انت نفسك شكيت قلت مين اللي عامل بقه ده وبقه يمينه؟ الواد طلع قلعان منه، دخل انسان كده زيه، خرج تحس ان هو واحد مات من 100 سنه. مش في قانون بيحاسب تحنين القانون بيحاسب يدخل مكان عام او تبع سلطه 5 سنين سجن، دخلوه السجن مش تموتوه من الضرب. وقف خد بعضك خد 50 سفر مش كده؟ ياخدوا الواد ده ويطلعوا بيه على ايه؟ على الوزاره تشوف كده بصوا اللي حصل. بعدين الواد يفضل ان هو السجن ارحم من هو يطلع انسان تاني. ده وش يعني تقول خلاص ده حياته انتهت. وش هو مرن في مستشفى حتى ما خرجش. اعتقد ان هو حاله التنصر توفى النهارده. اعتقد ان هو فعلا كان طالع جسمه متقطع ووشه متبهدل ومش عارف حته تحس انها مسوقه بالايد شعره، تحس ان واحد سلخله بايده يعني قعد بتاع جوه الدرب بهدل وشه. شفت حركه خالد سعيد كان اسنانه عامله كده على جنب وعينه كده شفت لما حطوا جوه البانجو ده من غير بنك هو مقاطع الضرب حرام. احنا مش عايزين حاجه يعني مثلا ايه. انا عن نفسي لو دخلت اجيب كوره مفضل ان انا استجن احسن، لكن يحصل لي كده ويطلع شكلي معلش ده غلط العسكري حيوان مثلا. مش بالظبط. انت عارف مين جوه قوات مجلس الشعب؟ 2001 من هي قوات اللي هي الصاعقه. طب ليه ما دخلوش طب 10 حتى من جوه المجمع العلمي؟ يعني احنا مجلس الشعب اللي احنا ممكن نغيره ونبنيه الاول وجديد. يعني طب هم دلوقتي موجودين، طب ما تقولش احنا المجمع العلمي ده اللي يحاولوا ايه كانوا ايوه بس الناس بنوا الحاجز هنا بيبنوه من ورا المجمع. بعدين 2000 واحد ابعت 100 جوه المجمع ويكون معاه ساحه يضربوا رصاص فارغ في الهواء، لكن نحط جوه مجلس الشعب المك لو اتهد. بس انت معايا الموضوع العمليه تهدى شويه. العمليه بدات تهدى بس ممكن تعرف في لحظه لو مشير اتجنن اكتر صراحه. هو جاني ليه الواد؟ هو 65 66 سنه ومجنون رسمي الصراحه يعني. اصل هو عايز يحمي نفسه من الاخر، هو في عامله عاملها. بقول لك هو زي ما ماشي امبارح مفيش حد يعمل سلطه على رئيس الجمهوريه اللي جاي غير لو عامل عامله سوداء. نفترض حضرتك اللي هو رئيس الجمهوريه وانا الجيش وهعمل زي الجيش كنت كده هيمشي. هل لو انا عامل عامله بس مش عايزك رئيس الجمهوريه انك تكتشفها، اقل حاجه اعمل اهم من نفسي منك، هخلي سلطتي اكبر عليك بوثيقه والحاجات دي قبل ما تيجي. ما هو يعني كل الناس ثلاثه ما اخوان الميدان ده الاخوان دلوقتي فيه مشاكل رهيبه بتجيب على التلفزيون مركز عسكري مشاكل. هم دلوقتي بيقول لك فزنا ب 27% بالمرحله الثانيه من اول مقاعد. الاخوان 67% من مجلس الشعب. هم كده يعتبر معاهم ال 70% والسالفين واخدين كملوا اللي هو ال 30%. كل مصريه واخده لك 10 اللي تعرف الاحزاب واحد المجلس الشعب بعد كده هيبقى كله 130 اخوان. لا هو حاليا يعتبر 70% الاخوان الاكثر 50-60% و20% اللي هم السالفين، الباقي كله 5% 1% 2%. حر الوفد اللي كان يقول لك انها نافذ ده رايي ورأيك خلي بالك. انا يعني ده رايي ورأيك. انا حضرتك هو ممثل صح؟ الانتخابات ديت حرة. الحرة. انا عن نفسي اديت اخوان. انا اديت اللي هو السالفين. انا كنت هد للاخوان. بس لما نزلوا في العباسية مع بتوع الموادين العسكري قلت له لا دول باعونا يعملوا مليونية اللي هو ضد العسكري ويجوا في المليونية اللي بعديها يقفوا مع بتوع العباسية. قلت لا خلاص ثورة السالفين هم كانوا الوقفين معانا حتى ليه. بديت صوت الاخوان بس بعد حصل ده لا. لا الواد اصلا كده حزب قديم بعد كده ما فيش اي حاجه عملها قبل كده. ايه اللي عمله دلوقتي؟ واصواته كلها 5% في مجلس الشعب اللي فاز بيهم هيعملوا ايه؟ 500 حوالي
تمن مقاعد بس يعتبر فاز بيهم، او 12 مقعد بالكتير، هيعملوا مين؟ لكن اخوان هم اللي قاعدين في المقاعد كلها. الاخوان دلوقتي بقى كان حزب الوطني اخوان كانوا محرومين 30 سنه من دخول الانتخابات. يعني حتى لما حد ما خدوش حاجه هم كده وصلوا. هم كده وصلوا بس ما نفذوش كلام الشعب النص 5 سنين ويتغيروا. مش هيجوا غيرهم. وفي انتخابات ومفيش حد بيطلبهم تاني. هم كان ممكن اقول لك الصراحه كان ممكن يفوزوا بال100% من قاعده الشعب. دول وقفتهم مع بتوع اللي هم انا من نفسي انا وعيلتي كلها، انا عيلتي اكتر من 40 100 واحد ومعايا اصحابي كنا متفقين ندي صوتنا للاخوان. غيرنا راينا ادينا السلفيين على طول. هم ممكن يفوزوا بنسبه اكتر بس من براحتهم، ممكن كده السلفيين يعتبر هم الاعلى، هم رقم واحد والثاني السلفيين، الثالث ببقاء المجلس العسكري واستمرار اللي هي فكره السلمي، ان هو يكون ليه سلطه رئيس جمهوريه وميزانيه وهو يحط الدستور على مزاجه والحاجات دي. لا السلمي لا، احنا عايزين مجلس عسكري بس عايزين السلمي. السلمي لا. احنا قلنا له احنا قلنا له قام زي تونس. حضرتك عارف اللي هو رئيس الجيش في تونس اسمه تعرفه؟ شفت وجه اسمه كده. لا بس اسمه تعرفه؟ قلت اسمع لنا اي حاجه صح؟ بسمعنا احنا كتير بدأنا نسمع همنا عنه كل حاجه، هو كل يوم في حاجه يعملها للبلد. ايه؟ لا بلدها كويس، لكن عمرو موسى معلش هو باع بلده. ولا بلد ولا الصباح. انا بلدها حضرتك عشان حكايه امريكا وكده. هو سنة 2003 معانا سنة 2003 صورة فيديو بيظهر ان هو في كونجرس امريكي مع اللي هو الوثيقة فيها اثبات ان عراق مسات السلاح انه يطالب امريكا انها تسحب جيش امريكا بتاعها. حاولوا 3 مرات يشيلوا مقاطعة الطاقة الذرية اولا. سنة 2003 القمر بأمر الرئاسي يفك لقناة السويس لحملة الطيارات، حملة الطيارات في 3 انواع من الطيارات، في صغيرة متوسطة كبيرة. المتوسطة اللي بتشيل 20، الصغيرة بتشيل 20 طيارة، المتوسطة اللي هي بتشيل 50، الكبيرة لا الكبيرة خالص بتشيل اللي هي 80 بس. 80 دي ممكن تعمل حرب، اللي هي 80 طيارة ممكن تعمل حرب على دولة لوحدها. أمر رئاسي يفتح اللي هي قناة السويس لحمل الطيارات دي. شفت طبعا أمر رئاسي جمهورية فتح قناة السويس. شفت حضرتك العراق ساعة اللي هي كتب بغداد اللي هي لما دخلوا العراق شفت كان في دبابة دخلت ولا أي حاجة، كان كل العالم بالطيارات. شفت طبعا سنة 2003 كان كل دول بالطيارات، هي ما فيش غير حملة طيارة واحدة كانت موجودة وهي اللي خلصت عراق تهلم. دمروا صف الدفاعات الجوية، دمروا المباني أول يوم بس 50,000 واحد بسبب الطيارات. وبتعرف هم دمروا الدفاعات الطيارات بتخلص. اي ما حضرتك شفت حرب سنة 2003 دول بقى ايه مدمرين كل حاجه دمروها. طيارات اف 22 كانت بتهاجمهم من اقوى نفس الطاقه. ده اف 22 دي بتضرب صواريخ من تحت القمه وكل حاجه وبتاخد وقود قليل، يعني بتخلص وترجع من الطيارات. ان هم مش رايحين عشان يحرروا البلد، دول رايحين عشان يدقوا بلد. وفي حد قضوا على الدنيا التحتيه بتاعت البلد اللي مات. شفت حضرتك التقرير بتاع امبارح؟ التقرير بتاع امبارح 1,000,000 واحد مات و5 مليون واحد متشرد في الاول العراق اللي هي اجماليات الحاليه. اجمالي الاجمالي اللي ماتوا موجود على العراقيين 4500، المصابين 128,000. بلد المليون شهيد الجزائر. بس بلد المليون شهيد الجزائر. حملة طيارات واحدة ما فيش غير 40 حملة طيارات في العالم. 40 حملة طيارات في العالم بس. 25 واحدة في أمريكا، 2 في إنجلترا، والهند اشترت واحدة من إنجلترا، وألمانيا وفرنسا واخدين معاها 2 3 بس. الصين عملت حملة طيارات تكلفتها 6 مليار دولار، قعدت فيها 50 عشان يعملوها وصغيرة اللي هي بتشيل عشان طيارة. لا أنا ميجي هنا الساعة 2 وامشي. أنا لسه ما خلصت الكلية جيت كده أشوف الحاجة. أنا دلوقتي حضرتك لساني إعلام القاهرة، لساني قدام القاهرة. إعلام يعني صحفي أو مذيع أو صحفي أو ذاعي تلفزيون أو إخراج أو هو على الكتلة العامة. أنا أول ذاعي تلفزيون إن شاء الله. أكون زي أحمد المسلماني كده. أحمد المسلماني ده مشكلة. من أبرز العالم من علامات مصر، من علامات الإعلام البارزة. بس هو فعلا بيفتح الناس كلها فضيحة، هو بيفتح الناس. ده راجل محترم جدا بيخاف على مصر فعلا. يجيب تيم مسلمين او واحد مسلم يجيب مش عارف ايه بس بيحب مصر بيخاف عليه. هو غريب كلية اقتصاد وعلوم سياسية مش اعلام، واشتغل في الاهرام. هو واحد جاب له شغلانة في الاهرام
كبر فيها بسرعه اشتغل جوه الاهرام. بعد كده سافر بره الدوله كده، راح قابل الدكتور احمد زويل بقى متحدث الرسمي بتاعه وكده، سافر مع اليابان وكده، جه هنا مصر خد دريم بتاع احمد بهجت، قال له انت تاريخك حلو، تعالى وانت قلت صح في الاهرام، تعالى اشتغل معايا مذيع برامج الساعه الاولى، عايزك تطلع في نص ساعه دي كل حاجه عندك على البلد. 10 سنين بيطلع كل حاجه عندك على البلد. ليه تروح ليه؟ اصل هو كده اصل احنا ليه هنيجي نعطل الميدان؟ ما هو كده هناك كده الشارع متقفل، في عربيات هناك كده عايزين يشيلوا الكوب ويشغلوا الميدان. لا حكومه مش هتشيل، هو مش ناقص حاجه واحده، طنطاوي هيقفل البلد كلها، يحط هنا حاجز هنا حاجز. النظام دي لغايه لما سهل ربنا سهل وكلها ايه بس ايه الغزوة السلمي؟ احنا متعين نقعد 30 سنه في حكم عسكر، محمد نجيب عسكر، جمال نصر عسكر، السادات عسكر، مبارك عسكر، اسوان طبعا اللي هو حسن مبارك. صلاح ابو اسماعيل عارف بيحب الناس دي. انا عايز المره ده يفرح ويمسك، هو راجل كويس جدا محترم راح ماليش دعوه بالتاريخ بتاعه، التاريخ بتاعه محترم، احنا من يعني في ناس بيفتروا عليه احيانا الصراحه، انا حضرتك ده رايك ورايي يعني اقول لك يعني، بس انا بتمنى برادة يمسكها عم موسى لا. ما اقول لك ده رايك وده رايك، واحد ليه راي حضرتك زي والدي انا بقول لك لا بس انا بقول لك يا ريس الوضع ده لان البلد ده جاي معاه اجندته. لا مش حتى لو جاي معاه اجنده 4 سنين ويمشي، لو مش عاجبني يمشي. على بال ما يخلصوا مع اننا عمرو موسى كان فين؟ عمرو موسى بيقول لك انا مش هدي صوتي غير اللي هو مبارك ساعه الانتخابات بتاعت 2005 و 2010 انا مش عارف نفس الانتخابات، انا مبارك هو اللي يمشي يعني منافق. ودلوقتي بيقول لك انا ضد مبارك، ايه النفاق اللي فيه ده؟ خناقه واحده بتتخانق، هو ده الميدان. هو عشان خاطر البيت اللي تعالى ديك حاج نشوفها؟ تعالى نطلع. انا بس راح كده. ازيك حضرتك؟ استاذنك انا بقى. مستر حسن صاحب اسمك؟ انا اسمي حضرتك محمد عصام. طب ليه؟ ده بس استاذنك بقى نشوف خناقه. اتفضل معانا طيب. احنا شغالين في الاعلام وعارفين الكلب اللي بتعزي بيه. هو بقى بص هو لا عارف رايي ولا عارف رايي. عشان انت دخلت بتتكبر عليا وبتقول انا بخلايا بتعمل لي يا سيدي هو دخل بيعمل لي كده بيقول لي انت فين من اول الثوره؟ انت تعرف منين؟ اقول له كنت هنا يا ابن مصر انا بتكلم عن الراجل ده الكلام ده واللي بنحاول عمرها ما هي دي عمرها ما هتقع اللي فاهمين تقع تبكي يا رجاله عمرها ما هتقع. اسكت حكم العسكر يسكت 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 حكم العسكر يريد اسقاط المشير يريد اعدام المشير يريد اعدام المشير يريد اعدام المشير. في خناقه كمان ما هناك برضه بيمسكوا في بعض. ايوه هنا بيخلص الراي موجود في الميدان هو الجيش حصرنا عشان نمسك في بعض، كل واحد فينا معارض الثاني هيمسك فيه. تركز تقول لي ايه في معنى ماشي هو انت اللي جاي بكره ده الشعب المصري ناس حاج والله لازم فظيع يعني ناس بس هيقع بقول لك اللي هيقع بيخالف راي اي حد هنا. وهناك برضه وقع عشان هتخانق مع بعض جامد، هو جيش حصرنا عشان نتخانق كلنا مع بعض. في ناس عايزه تهدي وناس عايزه تولع. لا الصراحه في ناس كتير قوي هنا اللي عايزه تولع الموضوع. جبريل هتلاقي الاسبوع اللي جاي جبريل واللي معاه واللي بيقبضوا 6 ابريل تمويل الامريكي بتاعه، بس كل شويه ينكروا.
اللي هم 6 ابريل. العيب هنا على العسكريات بقى. مش هم ده اللي طلع منهم واحد بيدعو العالم يعرف الناس، يعرفك ان ده حرام، خلي بالك. طلع منهم 2 واحد بيقول لك التجنيد ده مش عايزينه بيكون اجباري، والتاني بيقول لك انا مع التحالف المصري لازم نعتبر تلك دوله اللي هي اخوات انهم يكونوا اخواتنا يدخلوا عادي ويطلعوا عادي من مصر وكده. 2 من 6 ابريل. واحد بيقول احنا الثوره دي مصريين مش ضد اسرائيل، الثوره دي احنا بنحبكم بس احنا بنحبكم انتوا زي اخواتنا. ده من 6 ابريل وعلى التلفزيون واتمسك. معاهم يعتلوهم يسلموا، انما الجيش ما يقدرش لا يستعمل السلاح ولا اي حاجه. هو ممكن يستلم سلاح الراي العام يتقلب يفتكر ان دي ثوره الغرب الثانيه، يطلعوا بقى ازاي معاهم. ما ينزلش بالسلاح، ينزل يلم هو لم امبارح 120 واحد بس عايز يلم. هو اي حد له هدوم متقطعه، شعره لفوق ووشه متبهدل، فيه شحم معاه الشكل كده تحس انه بلطجي صغير بياخده. اي حد كده زينا لا يقول يعرف كده زينا اننا ناس محترمين ما خدناش. لا هو بيسحبهم وسط الناس لما يكون اللي بيكون فيه هجمه كده عامل تحرير، يقول لك لا خد اللي هو شكله بيبان عليه كده، ياخدها فجاه كده يسحبوه يجروا بيه يحطوه في العربيه يرجعوا تاني زي ما كانت تعمل الشرطه بتاعه يوم 25 يناير قبل جمعه الغرب لما يكون في مظاهره يجروا كده فجاه عليهم وراهم يسيبوا الاشكال ما ياخدوش اشكال البلطجيه، كانوا ياخدوا اشكال نظيفه يقولوا لهم هم دول كانوا يعملوا الثوره وكده ويضربوهم. هنا بقى العكس ياخدوا اشكال البلطجيه ويسيبوا هي الاشكال النظيفه كده زينا. بعدهم يرجع هو لازم خايف ولازم يصير صنطاوي خايف يجي رئيس مدني يطلع كل اللي عليه. هو ده مش ممكن. هو طماع قوي يعني لازم يعرف حكايه الدستور، لازم يعرف حكايه الميزانيه، كفايه عليه السلطه يعني طماع بزياده. انت يعني عارف حكايه اللي هو رئيس المنظر هو ماشي وعليه سلطه رئيس الجمهوريه هتفرق؟ انت عارف الموضوع عامل زي ايه؟ اللي هنا الرئيس هناك عندهم ايه؟ منظر. الرئيس الجيش هو هناك بيتحكم فيه، انت منظر عندي. يعني زي بريطانيا كده. زي تركيا ما عندهمش حاجه اسمها رئيس اساسا، لا خلى حاجه اسمها رئيس وزراء واشتغال عند اللي هو الجيش بتاعه اللي هو رئيس الجيش. فهناك تسمع رئيس الجيش لما يجي يتكلم مع دوله رئيس الجيش هو بيتكلم مش رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ليه دعوه بالعلاقات الخارجيه كده. الجيش هو كل الجيش. يعني من الاخر حتى لو مش رئيس الجنه اي حد احنا عايزينه هو دلوقتي مدينا المصاصه. ايه المصاصه؟ انتخابات حره، مجلس شعب، مجلس شورى، انتخبوا اللي انت عايزينه مش فارقه معايا، انا كده طرقه انا واخدها، انا كنا عليا السلطه عليكم، انتخبوا عايزين تنتخبوا مجلس الشعب كله خدوه، هتفرق معايا، انا خدت الطرقه. هاتوا يوم 25 يناير احنا قلنا نعمل زي الجيش التونسي. الجيش التونسي لامك هو حتى لو جه رئيس الجمهوريه يوم 25 يناير يبقى ايه؟ يجي طيب احنا ويكمل بعد كده الانتخابات. لو نعمل زي ما عملنا تو تيم نص ان تعرف ان رئيس اللي هو اللي هو التونسي تعرف ان هو عليه اخطاء وانه لازم يتحاكم، وهو بيجي رئيس الجمهوريه ان هو لازم يحاكمه. ده الراجل الشجاع بتاع رئيس الجيش الحاكم فعلا دلوقتي داخل في السجن يتحاكم اللي هو رئيس الجيش التونسي، يعني عمل كل ده بيقول حاكموني انا كنت غلطان في عهد اللي هو زين علي عابدين، لكن ده جبان يعمل وتكمل كلمه سهم اللي هو بيها نفسه محترم، المهم لازم تحترم زيه. قال لك هو اعترف قال هنجيب لكم من رئيس وزراء عادي ماشي بالبلد، انا غلطان، انا كنت واحد من النظام السابق والمدير عملوا كده وكنت استسلم معاه في كل حاجه، بس انا مخاف على بلدي، هحملكم بلد او اجيب لكم رئيس وزراء وبعد كده رئيس الجمهوريه وتعملوا فيها انت عايزينه. دلوقتي رئيس الجمهوريه خده او قال له شكرا انت عملت كده وانت بطل الوطن بس لازم تتحاكم، قال له انا من غير ما تقول انا عايز اتحاكم وتاخد دلوقتي في السجن متحاكم ومحاكمه متحكمه محاكمه مدنيه عاديه. لا عادي هو حد قال حكمونا اي محاكمه صار معايا يعني مين البلد انا كده عشان اكون قدام ربنا ما كنت مسؤول عن الحصل. مفيش واحد في تونس مات من الساعه 9 لحد دلوقتي، احنا مسبير وعامل محمود وده كله، والحمد لله كده قدام ربنا سنه كامله بحلقه بلد امانه في ايدي. عاملين فين عايزين تسنوني وتاخد فعلا السجن ولا هو عامل عليه صح؟ جاب له رئيس الجمهوريه ولازم مش فاكر اسمه هو كان منفي
لا دلوقتي زي عاملين بقى هو المنفي وهو اللي رجع رئيس جمهورية السادات لابس نظاره هو جاي زي يعني كده، بس راجل محترم جدا. وفعلا وسافر جدا وقال له انت تستحق وطن بطل، قال له مش هتحكي ولا حاجه، عملت كده عشان خاطر ارض الابيض وعشان خاطر الشعب. لكن ده جبان يعمل سكه مستلمي وعمال يموت فوق الشعب. مين يموت مين يموت 43 واحد هنا ويموت 12 واحد هنا غير لو كان ما الداخليه كانت بتفضي كل شويه كانت بتموت الناس. لا ما هو ساعة لما جه يفضوا كان اللي هي الجمعة الإسلامية يوم السبت لما جه كان في 300 واحد قاعدين كان كده يمشي، هاجموا رئيس الشرطة قتلوا 5 منهم وضربوا الباقي وبهدلوهم خالص. طب ليه كده؟ إيه محمد إبراهيم لما بعت هنا وفد من أسبوعين، محمد إبراهيم وزير الخارجية الجديد ما بعتش حد يهاجم، بعت وفد اتفاهم معاهم يفتحوا الميدان كده كان مفتوح من أول الجيش لما يجي وفعلا الميدان اتفتح. ده انسان عاقل محمد ابراهيم الجديد ده بتقول رئيسه المهاجم وشديد جدا اللواء. دلوقتي سمعت عن جرائم في مصر صح؟ جريمه قلت شديد جدا، لكن زي 250 حاله اغتصاب من بعد الثوره ليه؟ احنا عايزين بقى ايه؟ لا الراجل ده هو شديد، محمد ابراهيم فعلا هو كويس جدا كويس وبتاع كريم برضه كويس. انا يومين انا عندي عربيه بوكس واقف ساكن كان عندي عربيه بوكس واقف قدام بيتي. لا حاجة شارع ابراهيم شارع اللي هو ابراهيم عبد الرازق انا كويس ناس مصرية انا ساكن قدامك عربية بوكس واقفة هناك على كل منطقة موقف فيها عربية بوكس مش قاعدين في اسم تحصل اي حاجة عربية بوكس قاعدة وبيعملوا لهم بمنتهى الاحترام. كانوا قلت لهم واقفين قالوا له احنا جايين بأمر وزارة الخارجية انه نقف هنا وفي كل منطقة كده يطفى والمتنفس هيتحاكم. قالوا لا بلد سيد المولى عز وجل كده يعني في المصر كلها. انا معلش ان انا الصوت عليك يا حاج انت بتنزل باسمك يا حاج. انا اسمي حضرتك محمد صالح حضرتك يا حاج الشغاله يا حاج ما رجعت التلفزيون ما انا خدت معاك هجيلك. الهرم اللي هو مدير التاج العالمي. لا ما تنسوش عارف ده كويس ده حضرتك مشوار محترم قوي هجيلك بقى. بس حمار حاجه انا اسف ان هي حاجه اللي طولت عليك يعني. ده هو مشير كريم يا عبد يلا انتوا بقى هم دول هاتوا لنا الارض انا كده واثق عارفين عايز تغير اللي انت برضه. لا انتوا بقى لا بس هو ليه ما عملش زي بتاع تونس؟ لازم هو خايف ليه كده؟ مشير طنطاوي ليه كنت مكلمه عنده خوف رهيب. شفت انت رئيس تونس رئيس الجمهوريه اللي هو في تونس شفت شكله عارفه لابس نظاره كده زينا يعني واعرى كده من النص. هو كان منفي كان الباقي في البلد زين عابدين دلوقتي بقى العكس زين عابدين منفي وهو رجع بلده وهو بقى رئيس الجمهوريه. مجلس الشعب عندهم مجلس الشورى عندهم حكومه زي الفل ظبطهم. جاب لك بقى رئيس الجيش اللي هو كان ماسك السنه قال له حاكمني انا كنت واحد من جزء النظام السابق وانا كده اديت امانتي مفيش حد مات معايا من ساعه الثوره لحد دلوقتي. جبت لهم رئيس وزراء جبت لهم كل حاجه. هل في حد مات مثلا حد مات من تونس؟ تسمع اخبار عن تونس اساسا؟ لا ايام الثوره لكن دلوقتي هم ماشيين بالصوره اللي هم رسموها نفسهم ماشيين صح مفيش حد مات. مش احنا يوميا مشير تطور نسمعه فوقينا. خايف هو خايف انه بص غير تونس ماشي تونس صغيره انا عارف. لا مش كانت صغيره ولا كبيره. هو رئيس قال لهم قبل هو مسؤولك اللي ماسك تونس هو الجيش هو تولى مسؤوليه زمان الامور قال لك ايه اول بعد ما خلص الثوره بعديها باسابيع قال لك يا جماعه انا هقول لكم نظام كالاتي الجيش بتاعي هيفضل في تونس تامين وكده هيجيب لكم اللي هو رئيس وزراء مش هتدخل في السلطات خالص. بعد رئيس الوزراء احنا هنستعرض ان نعمل لكم مجلس شعب وشورى والحاجات دي بتاعتكم. بعد كده يجي لكم رئيس جمهوريه. بعد رئيس جمهوريه هسيب الجيش هقدم نفسي المحاكمه قدام رئيس الجمهوريه. حصل الاسبوع اللي فات في يوم الخمسة اللي فات راح رئيس الجمهوريه قال له خدني للمحاكمه انا غلطت من كل ساعه نظام زين عابدين انا كده مت قدام ربنا ظبطت بس خلال سنه مفيش حد منا مات كده فاضل لي اللي هي الامانه الثانيه حاكمني حتى لو عملت كويس قال له مش هينفع حاجه كنت راجع عملت حاجه محترمه
قال له حاكمني عشان قدام ربنا يكون غلطان ومخبي حاجه، وفعلا دلوقتي حاليا مش حاجه رئيس الجيش التونسي. لكن ده مين؟ ده مين ده اللي عمال يعمل وثائق سلميه ويرتب الشعب بتاعه ولا همه ولا على باله؟ خدنا على كلام هو اصلا استوى بالثوره ده كتبها خالص، ده كتب شعبيه اكتر من بعد لما راح سالم مصر رئيس الجمهوريه قال له حاكمني وفاهم لا بنتكلم في حاجه، بنتكلم عن مشير طنطاوي دلوقتي. مشير طنطاوي وحش مش سالم هو بقى ذكي يا سيدي مش هنحاكمك، مشير طنطاوي يا سيدي مش هنحاكمك بس ترجع لك فكره سلمي. ومين ماشي راح نقول له ما فيش، هو خايف رئيس الجمهوريه يجي يحاكمه ونقول له ما فيش حد هيحاكمك. اول ما عملوا ايه؟ ايوه بس كان الجيش هو اللي مسكها، هو قال ان انا قلت لا عن الاستعجالات الدستورية. انا قلت لا عن نفسي كنت كده عاجبني اللي هو نظام مبارك. ودلوقتي بندم انا قلت نعم صح؟ انا قلت لا. هو كده لا كلامك نفسه كلامك نفسه لا ولا نعم. عامل لك حاجه اسمها وثيقه دستوريه جديده خالص. حتى المجلس الاستشاري ملوش اي لازمه ولا ليه اي تعارض اي حاجه. استقالوا كلهم. مجلس الشعب من ضبط الحاجات الدستوريه. بند ثالث وثيقه ثالث. لا وكده في بند الثالث ده الشريعه المجلس الاستشاري هو يخلص الشريعه اللي هي الدستوريه. يعني هي مجلس الشعب مش هيستنى الا بامر منه. عمل مجلس الشعب يعني ممكن لو قعد يصير مجلس الشعب ده منتخب يقعد سنه هنا كده واخد بالك هو على رصيد واخد بالك ما دخلوش اللي هو يقول له خش المجلس خلاص. ازاي انت اخد مجلس الشعب ده عباره عن ايه؟ اصلا عضو مجلس الشعب هو مجلس التشريع مجلس العقاب. ازاي انت هيبقى فيه رقابه عليك؟ يعني عضو مجلس الشعب هيبقى فيه رقابه عليه بالمجلس العسكري بيقول له اقعد او ما تقعدش، تستمع او ما تستمعش، واخد بالك؟ ده حاجه. الراجل ملوش صلاحيات اصلا ان هو يحل او يعاقب الحكومه، رغم ان المفروض الشعب هو الحكومه تيجي منه. ايوه. سواء كانت حكومه خلافيه او حكومه عقد شكل حزب واحد. الراجل ده مثلا هي والعداله. كسب مثلا من كسب 50% جاي. هو بيقول ان هو كسب ال 7% حاليا. لا طيب ثاني كسب. مع الوسط. التانيين هم اللي فازوا عموما يعني. ايوه انا اخبرت السالفين عن نفسي. لازم مش نفس الشغل ان حتى اللي كان دلوقتي انت بعد انتخابات رئاسه ده لو حصل رئاسه الجمهوريه المجلس ده هيقع. ما احنا قلنا عايزين نطبق زي تونس يا مشكله اعمل زي ما عمل رئيس تونس. بدايه الاحداث دي على فكره الناس اللي كانت قاعده هنا دي اصلا هي الميكروب اللي كانوا عايزين بتاع الاداره في الحته دي. اللي قدموا القوه. عمل النقطه اللي كانوا قد كده يعني انت لما تيجي تقسم ده التحرير في اي يوم عادي تلاقي مثلا 200 واحد واقفين على شكل الاتوبيس. لذلك اللي كانوا معطلين دولاب عمل ولا كانوا معطلين اي حاجه. ال 100 واحد دول عملوا بعدين يبعت حد صور انهم لازم يمشوا. مش يبعت فجاه يحصرهم مش جاب له معلومه. يا عم لو سابهم ما كانوش عاملين حاجه قاعدين عارف الجنونه دول. دول كانوا مصابين لعلمك. مصابين الثوره. ايوه كانوا مصابين. انت بتكمل عليهم. هو كان بيعاقبهم عشان هم دول اصلا سبب في تغيير النظام. اخر فرد النظام القديم هو اللي بيحكمنا هو اصلا موجود دلوقتي. البنت بكره شعب بلا كرامه شعب بلا حياه اللي جوه. ممكن هو غصب عنه ما فاكرش ده كده. طب غصب عنها مش واحد يداريها مش واحد بيدوس على بطنها ده هو بيضربها بالسلوت. يا نادي غصب عني يعني يا نادي بتاعك ما غلط. انا لما اتضايق او اتنفض او اتعصب انا ممكن اعمل حاجات انا مش واعي خالص. وبعد كده شويه قاعد انا عايش زي كده. مش فواك تتحاكم على حصل لك مالناش دعوه بحالتك النفسيه. انا راح اصور بس كده.
بيدوس عليها. انا مش هتكلم عن عور يا خلاص هو يا باين وشها اساسا اهو. يمين. غير ما شوف اسمها الهدف العرس بس احنا مالناش دعوه وشها. هو فيها طاب يا اخي ماشي هم عارفين احنا نعرفهم. لازم توثق الجريمه. ما تعمل ايه؟ ثلاث ارباع جريمه موثقه عالميه مش عالميه. بس هنا برضه احنا نعمل دايره نعمل دايره نعمل دايره نعمل دايره. في اذان يا جماعه. في اذان. في يا جماعه اذان. في اذان. هي دي قطاعة العورة. فاهم دي قطاعة الجريمة. عايزين نبقى زيهم. زيهم. اقول لكم حاجه. خليك كده خليك كده عشان مفيش حد يتكلم. لازم توجعهم عشان يحسوا بيها. مفيش حد يتكلم. بتعمل ايه؟ حاضر ايه عشان مفيش حد يتكلم. عشان في دوت الازاز دوت شغال. موجود على النت كده. لازم توضح الصورة زي ما حصل. لا في ناس مش عارفة. هي مش معروفة. انت شايف وشها؟ انت شفت وشها؟ انت ما تعرفش مين؟ لا ده مش غلط. ده مش غلط.